الوالد يشرفنا في اي وقت، البيت مفتوح. واضح يا فندم انه مفتوح، ده لو اتقفل نص ساعة تموتوا كلكم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. النهاردة بقى جاي لكم بوصفة تخصيب اليورانيوم، القرنبيط المقرمش اللي بص يعني حاجة تحفة. أول حاجة هنقطع القرنبيط بالشكل اللي احنا عايزينه، بعد كده هنغسله ونسيبه يتصفى، وبعد كده نحط مية تغلي على النار، نحط عليها معلقة ملح ومعلقة كمون ومعلقة سكر، نسيبهم يغلوا. أول لما يغلوا هنجيب القرنبيط وننزل القرنبيط في الميه المغليه ديت. هياخد نص سلقه بالظبط، مش هيتسلق كتير علشان ما يتهريش ويتقطع مننا واحنا بنحطه في الخلطه بتاعته. تمام. بعد كده هنطلعه من الميه، هنسيبه يبرد على جنب شويه على بال ما نعمل ايه. سيبنا القرنبيط يرتاح من الميه تمام ويتصفى خالص ويهدى كده طبعا من السخونيه بتاعته. تعالوا بقى نحضر ايه الخلطه بتاعته. عباره عن معلقه بيكنج باودر، ربع كوبايه نشا، كوباية دقيق كاملة، بيضتين، حزمة بقدونس أو كزبرة خضراء، تمام، ومعلقة ملح، معلقتين ملح، ومعلقة بابريكا، ومعلقة كمون، وربع معلقة شطة، وفنجان خل، شوية مية، وانزل وقلب براحتك بقى خالص. افضل قلب كويس جدا تمام لغاية ما يبقاش فيه ايه تكتلات كده بتاعت الدقيق، متخليش اي حاجة تتكتل معاك. وبعد كده هننزل ايه بالقرنبيط بتاعنا ايه وندخله في الفراغات ديت ونسيبه ايه 5 دقايق نكون الزيت ايه غلي. هننزله طبعا في زيت كتير جدا عشان ايه ياخد اللون الذهبي بتاعنا دوت ويتحمر ايه معانا كويس. انا طبعا عملت جنبه شوية بطاطس كده، عايز اوريكم بس شكله هيبقى عامل ازاي. اللون بتاعه ذهبي وشكله تحفة ومقرمش، يعني مفيهوش غلطة. حتى البقدونس اللي انا حطيته عليه ما اسودش، وحطيت شويه من فوق طبعا للتزيين كده، وشكله تحفه حاجه كده بسم الله ما شاء الله ملوش حل. بس بعد ما تاكلوه ما تقعدوش في اماكن مغلقه يعني، يا ريت يعني. تمام. وبالف هنا عليكم. انا قطعت جنبه شويه بطاطس كده، عملتها شيبسي بس ادخن شويه، حطيت عليها معلقتين ملح وايه وربع فنجان خل وسبتهم. بعد كده حمرتهم عادي، وقطعت جنبهم شويه بتنجان، وعملت له الدقه بتاعته اللي هي طماطم وثوم وخل وليمون ونزلت عليه على البتنجان. أكلة مش مكلفة خالص، يعني حاجة جميلة وأكلة مصرية أصيلة وشعبية. البتنجان علشان ما يشربش، معلش نسيت الأكلة، البتنجان عشان ما يشربش زيت أنا قطعته وحطيت عليه مية وملح، تمام، وسبته بالظبط في المية والملح بتاع ربع ساعة. هتلاقيه نزل يعني مش هيبقى ممرر خالص، هتيجوا تاكلوه مش هتلاقوه ممرر. بعد كده صفيته من المية ديت اللي انا حطيتها عليه وقليته. مش هيشرب زيت اول حاجة، وهيطلع لونه ذهبي يعني مش هيبقى ممرر خالص. والف هنا عليكم، ويا ريت ما تنسوش ندعي لاخواتنا في غزة، والف هنا.